سعادة الرئيس الدكتور حامد صديق مدعي بشخص الحق المدني ومتدخل هجومي بصفته على سند أنني هناك طلبات خاصة بي، فإن كان هؤلاء المتهمين قد قتلوا بعض شباب مصر إلا أنهم في الحقيقة اغتالوا جموع الشعب المصري عامة، وبصفة خاصة تم اغتيالي منذ 16/6/2004 حتى تاريخه، إذ أن وهو الثابت من خلال ما قدمته من دعاوى قضائية تعدت 200 دعوى قضائية، منهم 30 دعوى قضائية خاصة تقول أن محمد حسني مبارك توفى من 2004، وأكثر من 200 بلاغ للنائب العام، ولذلك لها طلبات محددة حتى يشهد التاريخ أن بالفعل في مصر قضاة. فلي 5 طلبات أرجو من المحكمة الموقرة إثباتها. الطلب الأول: ضم الملف الطبي للحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني السيد إبراهيم مبارك قبل 2004. 2. ضم التقرير الطبي الخاص بعملية الغضروف التي أجريت في ألمانيا في يونيو 2004 بالنسبة للمتهم الأول. رقم 3. القرار الجمهوري الصادر بشأن تعيين المستشار ممدوح مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، متضمنا توقيع رئيس الجمهورية ومضاهاته مع توقيع المتهم على قرار تعيين المستشار ممدوح مرعي رئيسا للجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك توقيع المتهم عليه. قراري تفويض كل من الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف السابقين بشأن تفويضهما بالقيام بمهام رئاسة الجمهورية حين عودته. يا أستاذ، ما دخل هذه الطلبات بعد المعروف؟ هذه القرارات حتى تثبت المحكمة الموقرة أن هناك خديعة كبرى تدار على مصر بشأن هذا المتهم، حيث أن هذا المتهم انتهى صفة رئيس الجمهورية، ولذلك أرجو إثبات ذلك وقت الجلسة. خلاص يا أستاذ، هات الميكروفون. هذه قضية تاريخية يشهد التاريخ أن مصر استطاعت أن هذا المخطط الصهيوني الأمريكي أنها استنسخت شخص آخر يقوم بدور رئيس الجمهورية، وأن رئيس الجمهورية قد مات، وهذا النص اغتال، فبالتالي يا سعادة الرئيس